اسمعوني، لا تكلموني على الأخلاق ولا أي شيء. الأخلاق معروف، التواضع والأخلاق هذا يأتي بالإنسان نفسه من أول ما يخلق على وجه الأرض. تطرح تواضعك وأخلاقك ومعروف قد من ذات الإنسان نفسه، يعبر عن أخلاقه من ذات نفسه، قد يعمل الصفات الأخلاق من نفسه، من تلقاء نفسه، من الله عز وجل، ها من الله. ولكن الأخلاق تختلف، لا تقارنيش بالأخلاق أن هي في حروب أنك تستخدم أخلاقك، أو في بعض المشاكل أنك تستخدم بها أخلاقك. الأخلاق لبعض المشاكل تستخدم بها أخلاقك صحيح، ولكن بعض المشاكل لا يتعامل بها بالأخلاق، أو أنه أخلاقك يعني بعد كل هالكلمة، أو أنه لا، هذا غلط. غلط، لا تكلمني عن الأخلاق. ليش؟ الحوثي هل دخل اليمن بالأخلاق؟ هل عرف الأخلاق؟ وغيرها. هل إسرائيل عرفت الأخلاق؟ هل العرب عرفت الأخلاق؟ بهذه الشؤون، بحروب ما حروب أو مشاكل أو قضايا يعني لا يصلح لها الأخلاق. الأخلاق هي تختلف، أخلاق بذات الإنسان نفسه، الأخلاق مع الآخرين، الأخلاق، ولكن أخلاق مع حروب ومشاكل أو أخلاق أنك تستخدم بها أخلاقك، لا لا. الأخلاق تختلف جدا جدا جدا، تختلف 1,000,000%. تعلموا وافهموا بعد نتكلموا عن الأخلاق. أما يعني في أشياء مشاكل يعني لا يجوز بها الأخلاق نهائيا، هذا تكون فطرة الإنسان. أما يستمر معك الأخلاق واصل حتى وقد في مقاتل، أو قد في كل شيء وله مقدار، كل شيء وله مقدار. الأخلاق معروفة يا أخي، معروفة وواضحة، لكن في أشياء ما يجوز أنك تدخل رجولتك بأخلاقك بهذا الأشياء. أشياء تستخدم بها رجولتك، وأشياء جائز عليك أنك تستخدم بها أخلاقك. تعلموني اليوم أيش الأخلاق، أيش التواضع، أيش الأخلاق واضحة أمامك من ذات الإنسان نفسه، من الله عز وجل. هذه كلها تشمل الأخلاق، الحكمة. الأخلاق على جنب، حكمة الإنسان على جنب، ذات الإنسان وتصرفاته على جنب، وهيبة الرجل وكل تصرفاته على جنب. ما فيش إنسان يعني بدون أخلاق، والأكثر هم بدون أخلاق. من النوادر من ذات لأني تأتي بذات الإنسان نفسه، لكن تمكنني الأخلاق أخلاق بحروب، أخلاق بمشاكل. هذا لا مشاكل، كل مشكلة تختلف على مشكلة بين الأخلاق والأخلاق.